السلام على العلام. اليوم غادي نتكلم على آخر مرحلة من مراحل حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، ألا وهي مرحلة الموت. من طبيعة الحال لكل بداية نهاية، والله سبحانه وتعالى خلق الموت وخلق الحياة، خلق الذكر وخلق الأنثى وخلق الجنة وخلق النار. فحانت ساعة الرحيل، يعني يعني المنقذ ديال الأمة، يعني وهادي الأمة إلى طريق مستقيم، الرسول عليه وسلم. كان المرض ديالو سنة 632 ميلادية في أواخر ديال صفر. فملي مرض كان عليه وسلم كان في البيت ديال الزوجة ديالو ميمونة. فملي ما بقاش يعني من بعد استأذن الزوجات ديالو كاملين وقال لهم اني غادي نمرض عن بيت عائشه، لانه كانوا ديك الساعات كيطوفوا به بالنساء ديالو. ما كان عند عائشه، كان عند ميمونه، كان عند ماريا القبطيه. مهم الزوجات ديالو اللي معروفين، وغادي ان شاء الله تعالى بنخصو لهم تما شي فيديو اخر. المهم اللي استأذن الزوجات ديالو فقالوا له ماشي مشكل، مرض عند عائشه. فخرج متكئا على العباس بن عبد المطلب وعلي بن ابي طالب، ودخلوه الغرفة ديال عائشة، وبقى مريض عندها ومات في الحجر ديالها، لأنه كان الرسول عليه وسلم يحب عائشة حبا جما. فلما مرض الناس داخت، والناس مبقاتش، لأن ذاك مرض بحال نقولوا يعني المرض اللي ما غينوضش عليه، يعني كان هذاك اخر يعني غيمرض وغيموت الرسول عليه وسلم. فالناس داخات، والناس يعني صابها الهلع والخوف. فالرسول عليه وسلم يسمع هذا الشيء، لانه هذا الشيء خرج عندهم وقال لهم يا ايها الناس اشكم انكم خايفين عليا وخايفين انني نموت، لان قال لهم ما كان شي نبي من قبلي بانه يعني يخلد في الارض. يعني شكون انا اللي غادي نخلد في الارض؟ يعني خطب واحد الخطبه اللي هي، وكانت فيها خطبه موعظه، ووصى الناس يعني بصله الارحام، ونص يعني الازواج استوصوا بالنساء خيرا، يعني استوصوا بالنساء ديالهم خيرا، وصى على الامانه، وصى على بر الوالدين، وصى على اليتامى. وكانت يعني خطبه جامعه وشامله، يعني لكل شيء، كل شيء، يعني ما خلات حتى شي حاجه ما ذكرهاش صلى الله عليه وسلم. يعني انه في المرض ديالو، وبانه ملي خرج يصلي فكان ابو بكر بغى يزيدو، فزيد هو ابو بكر الصديق رضي الله عنه، يعني اشاره بانه هذه اشاره منه بانه كان ابو بكر هو اللي غيكون الخليفه ديال عليه وسلم بعد الوفاه ديالو. الناس ما زيدوا الصلاه، يعني كانت اشاره بانه غيولي هو الخليفه من بعد الرسول عليه وسلم. فلما دخل عليه وسلم الغرفة ديال عائشة توفاه الله سبحانه وتعالى هو على سن 63 سنة. فالمسجد امتلأ بالبكاء، الناس كتغوت، ولكن شكون اللي كان ثابت هو أبو بكر رضي الله عنه. فخرج عند الناس فقال أيها الناس، من كان يعبد محمد فإن محمد قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. يعني والمسجد يعني اهتز بالبكاء. وعمر بن الخطاب جبد السيف ديالو وقال له شكون اللي قال هذا، اللي شكون اللي قال بأن محمد قد مات لقطعت رأسه، يعني ويعني بأنه ما تصدقش الخبر ديال وفاة عليه وسلم. فالناس كل واحد هل اللي تغمى عليه، هل اللي سخف، كل واحد شنو دار، كيف لا وأن معلم الأمة ورأس الأمة قد توفى. فكانت يعني واحد صدمة كبيرة للخلفاء الراشدين، بأنهم كيسمعوا عليه وسلم مات، وبأنهم يعني فارقوا واحد الرجل عظيم، رجل يعني اللي جمعت فيه كل صفة الأمانة والصدق وكل شيء، يعني كان قرآنا يمشي بين الناس. فهكذا كانت نهاية الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني فرحم الله يعني فهكذا كانت نهاية الرسول
صلى الله عليه وسلم بعد أن بلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، يعني وما خلت شي حاجة كانت صغيرة ولا كبيرة إلا وبلغ عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني بعد ما أدى الأمانة ديالو على أحسن وجه تغمد الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله تعالى بأن نشرب من يده الشريفتين غدا يوم القيامة، وبأن نكونوا حداه وبالجوار ديالو، وبأن يشفع فينا كاملين، لأنه هو بطبيعة الحال الرسول الوحيد اللي كيقول أمتي أمتي، يعني وكيكون عند رأس الصراط يقول يا ربي سلم يا ربي سلم. والأمة ديالو إن شاء الله ديالو كنا غادي ندخلوا الجنة ألا برحمة الله سبحانه وتعالى وبشفاعة نبيه عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. إذن هذه مراحل أو بعض المراحل اللي ذكرت في هذه السلسلة اللي تكلمت عليها على الحياة ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. فنتمنى تلقى الإعجاب ديالكم، وبأن يعني تتفرجوا وتدخلوا، بأن غادي نخلي روابط الفيديوهات كاملين غنخليهم في أسفل الفيديو، وبأنكم تدخلوا وتتفرجوا يعني وتابوناو وتخليوا لي كومنتير باش القناة تكبر وتزيد القدام. إذا دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.